ما تديش لاي حد مفتاحك، ما تعرفش اي حد ايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندك، لان ببساطه كده بعد وقت بسيط هيستغل الحاجات دي ويوجعك. زي ما انت سامعني كده هيوجعك لانه عارف ايه الحاجات اللي بتوجعك في حياتك. مش اي حد تقابله كده تثق فيه. عشان تثق في بني ادم لازم يا ابني يمر عليك اكتر من حدث وتتاكد ان هو كويس وتمام. وبرضه مش كل حاجه تقولها له، مش هتقعد كل ما تقابل واحد يوم او اتنين تقول له كل حاجه جواك، لان مفاتيحك دي المفروض ما تبقاش مع اي حد موجوده في حياتك. انصح، لان انت في اي يوم طبيعي كده هتحس ان في تهديد بقى عليك، والتهديد ده الغلط مش من الناس اللي حواليك، الغلط منك انت، لان انت ما عرفتش تنقي الناس اللي حواليك اللي تستحق انها تعرف الحاجات اللي جوه حياتك. فيا ابني انا عايزك تنصح معامله انجليزي، عشان انت في الاخر اللي هتستريح. لا حد يعرف ايه اللي بيبسطك ولا ايه اللي بيفرحك ولا ايه اللي بيوجعك. الحاجات البسيطه العامه بس يعرفوها، لكن الحاجات الخاصه دي بتاعتك انت، ملكك، وشريك حياتك قدام هو اللي هيعرفها. وصدقني ساعتها هتحس بامان، لان ما اقولكش وجع التهديد النفسي من الناس اللي بتوجعنا مؤلم قوي. اختار الناس اللي تستحق انها تعرف الحاجات اللي تخصك في حياتك.